السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل كده وصفه طالعه ترند اليومين دول، هنبدا ان احنا نجربها معاكم. يعني هي وصفه بطاطس مغسوله كويس جدا طبعا بقشرها، علشان انا هسلقها بالقشر، وهبدا ان انا احطها كده في الحله واحط عليها كميه كافيه من الميه علشان نسلقها. هنرفعها على النار، وتعالوا بقى نجهز الصينيه بتاعتنا، نحط فيها ورقه زبده. وبعد ما البطاطس اتسلقت بدات ان انا اقطعها نصين كده، وحطيتها ورصيتها في الصينيه. ونجيب بقى اي حاجه عندنا، مج، كوبايه، الهراسه بتاعه البطاطس، ونبدا ان احنا نهرسها كده هرسه بسيطه من فوق لحد ما اخلص كل الصينيه بتاعتي. هتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي الوصفه ان هي بيبقى شكلها عشوائي كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا هبدا ان انا اجيب بقى ارش شويه بهارات بسيطه من عندي، ملح مثلا، فلفل اسود. لو عندك بهارات مثلا مشكله، حطي رشه بسيطه وندخلها على الفرن على طول. وهتطلع بصوا واخده لون حلو قوي، وكمان الاطراف الملونه المحمره دي مقرمشه معايا، وطعمها حلو. هي تعتبر الوصفه دي مقبلات كده، او يعني حاجه كده جنب جانبيه جنب اي اكل. على فكره طعمها حلو قوي، بتتاكل بالقشر كمان. القشر بتاع البطاطس بيبقى مفيد قوي ما دام غاسلينه كويس قوي. دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.